اليوم غيلعب المنتخب المغربي ديالنا ضد البرازيل، مباراة اللي كلشي كيتسناها من نهار تشعلناش. وبالضبط غيلعب الماتش في ملعب ابن بطوطة في طنجة بعد 9 شهور من ملعب المنتخب المغربي في المغرب. فشنو هي التشكيلة ديال المغرب وديال البرازيل وشنو هما التفاصيل اللي سبقوا الماتش؟ كلنا عارفين باللي المنتخب المغربي في المسيرة الكروية ديالو كاملة لعب ضد المنتخب البرازيلي مرة واحدة، بالضبط في مونديال 98 في حين ربحونا ب3-0. فين المنتخب البرازيلي ديجا وصل واستغل الوقت باش يتريني ووجد الماتش اللي غيكون ضد المنتخب المغربي. وايضا المنتخب المغربي تاهو ترينا، وفي حين انه دار اعمال اجتماعيه بحال زياره سجد سلا، والبارح دازو لدار الايتام. كما عارفين حنايا في السجل ديال المونديال 2022 درنا احسن منهم بعد ما كانوا هما المترشح الاول لكأس العالم، ولكن خسروا ضد المنتخب كرواتيا. دابا نشوفوا التشكيل اللي قدر يدخل بها المنتخب البرازيلي ضدنا. البرازيل كيرشحوا بلي انها غتلعب بخطه 4-3-3. الحارس ايكون ادرسون، في الديفونس يكون ايدر ميلطاو وبرينر المدافع ديال لوفي. وفي لي زارير يكون رايال لودي واميرسون رويال في ميليو. نيمار مصاب ومارتينيلي بينا يكون بلاصتهم كازيميرو وباكيتا. في الهجوم ريتشارليزون مصاب، الامر اللي كيبين باللي يكون فينيسيوس ورودريغو ويمكن حتى انطونيو. وهذه هي التشكيله ديال البرازيل، وهذه هي التشكيله المتوقعه من طرف الصحافه البرازيليه للمنتخب البرازيلي. فيما كيخصنا حنايا كلشي كيقول باللي ما غاديش نبدلو التشكيله. فيما كيخصنا حنايا كلشي كيقول باللي ما نبدلوش التشكيله اللي كتربح، في حين الصحافه المغربيه كتقول باللي غنلعبوا بالتشكيله اللي لعبنا بها في المونديال من غير املاح اللي غاب بداعي الاصابه. والتشكيله تاع المنتخب المغربي كالاتي: في حراسه المرمى ياسين بونو، في الديفونس اقرد وسيس، ليزاريير حكيمي يقدر ما يلعبش ايضا بداعي الاصابه. هادشي اللي الامر اللي كيرشح باللي يقدر يكون عطية الله في اليسار ومزراوي في اليمين. في الميليو تيراه امرابط. الفوق بلاصة املاح نقدروا نلقاو الصابيري، وعلى اليمين نقدروا نلقاو اوناحي اللي انتقل لمارسي. في الهجوم متبدلوش سميات بزاف، نقدروا نلقاو الفوق نصيري وبوفال على اليسار، وعلى اليمين حكيم زياش. وفي الشوط الثاني يقدر يتبدلوا الاسماء، بين يتبدل المهاجم نصيري، وايضا المدرب وليد الركراكي غيبغي يدخل اسماء جداد اللي زادهم في اللائحه باش يثبتوا الوجود ديالهم في المنتخب المغربي. ودابا ندوزو للائحة وليد الركراكي الجديدة اللي في حراسة المرمى عندنا 4 ديال الحراس، 3 اللي هما كانوا قبل في المونديال ديال 2022 اللي هما ياسين بونو واللي كحافظ على المكان ديالو كالحارس الرئيسي، وعندنا منير الكجوي حارس ديال الوحدة باقي محافظ على المكان ديالو كتاني حارس المنتخب الوطني المغربي. كلشي شاف المستوى اللي قدم في مباراة بلجيكا. وايضا عندنا حارس الوداد رضا التاكناوشي. هاد 3 ديال الاسماء هما اللي متبدلوش. والحارس الاضافي هو حارس البطولة الوطنية مهدي بن عبيد حارس ديال الفتح، والسن ديالو عنده 25 عام. في الديفونس ديال الفتح عنده 25 عام. في الديفونس عندنا الاسماء اللي حافظش على بلاصتها بحال نيف اكرد لاعب ويست هام، وغانم سيس الكابيتان ديال المنتخب المغربي لاعب بيسيكتاش التركي، واشرف داري لاعب بريستو، وجواد الياميق لاعب ريال فايادوليس. هاد الاسماء متبدلوش. والاسماء اللي غتضاف ليها شادي رياض لاعب ديال برشلونة بي اللي عنده 19 سنة، وعبد الكبير ابكار لاعب ديال الافيس في الدرجة الثانية ديال الدوري الاسباني اللي عنده 25 سنة. يعني الاسماء الجديدة في اللاكس هما شادي رياض وعبد الكبير ابكار. ندوزو دابا للأظهرة، فين عندنا أشرف حكيمي ونصير مزراوي في اليمين، وفي اليسار يحيى عطية الله، فين يتزاد عليه اللاعب أيوب العمراوي عنده 18 سنة. وفي الميليو ديفونسيف عندنا الدبابة ديال سفيان أمرابط، واللي ضاف عليه عمراوي اللوزة اللي عنده 23 سنة. ندوزو للميليو التيران، عندنا الصابري وعز الدين أوناحي وبلال خنوس، واللاعبين الجداد هما ياسين كشطة اللي عنده 21 سنة، واللاعب بن جمة بشواري تا هو عنده 21 سنة. ندوزو الأجنحة،
في اليمين عندنا حكيم زياش وزكريا أبو خلال، بالإضافة إلى إبراهيم صلاح واللي عنده 21 سنة. وفي اليسار الأسماء هما عبد الله الصمد الزلزولي وعطية الله وسفيان بوفال. ودابا ندوزو للهجوم فين ما تبدلت اسم، وغيبقاو هما اللي هما يوسف النصيري تلفش. ودابا ندوزو للهجوم فين ما تبدلت اسم، يوسف النصيري ووليد شديرة وعبد الرزاق حمد الله. وهادو هما اللعابة اللي تزادوا في القائمة ديال وليد الركراكي للمنتخب المغربي: شادي رياض، عبد الكبير أبكار، مهدي بن عبيد، أيوب العمراوي، وعمران اللوازي، ياسين كشطة، بنجيمة بشواري، وإبراهيم صلاح. بالإضافة إلى التيكو اللي كيتباع في موقع فانزون برو، أطلقوه في الديسكريبشن. وأيضا هاد السيت هو اللي غيبداو يتحطوا فيه جميع الأخبار الأوفيسيال ديال المنتخب، وأيضا المباريات ديال المنتخب المغربي والتذاكر ديال المباريات. وفي الاخر راكم عارفين اللعب ديال البرازيل كيف داير، كيلعبوا على الجناب، عندهم لعابه ماشي عاديين كيماركيو عليك من اي بلاصه وباي طريقه، وسراع ومحترفين بزاف في المواجهات الفرديه 1 vs 1. ولكن متنساوش باللي نقطه الضعف ديالهم هي نقطه القوه ديالهم، حيت اللي زارير ديالهم كيطلعوا بزاف وما كيرجعوش، وايضا كيطمعوا. وايضا هذه البرازيل ماشي هي البرازيل القديمه، وكنظن باللي نقطه الضعف ديال البرازيل هي الاظهره ديالهم. وايضا راكم عارفين اللي عندهم بزاف ديال الاصابات بحال نيمار الى اخره، الشيء اللي كيعطي المنتخب ديالنا الافضليه. وكنتمناو الحظ المنتخب، واخا هكاك متستخفوش بالبرازيل، كيبقاو البرازيل والتوني راه ثقيل عليهم. وكنتمناو الحظ المنتخب ديالنا، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.